مرحبا صبايا، يعطيكم العافية. اليوم حبيت يكون الفيديو بدايته طلع من البيت، فطلعت لحتى جهز حالي لرمضان واشتري زينة وآخدكن معي. كتير كان الجو حلو بس بارد بارد بارد. كيف الأجواء عنكم؟ نحن بعمان عنا كتير برد. الله يبعث الخير وما يحرمنا من المطر، لأنه عن جد نعمة المطر نعمة، الله لا يحرمنا إياها. هون بالبداية حبيت أورجيكم الموديلات، في أشكال ألوان صبايا بتحتاروا شو بدكم تاخدوا، عن جد بمعنى الكلمة بتحتاروا. فوانيس، أضوية، هلال، يعني أشكال ألوان. أكتر شي بيحير إنه لما بتنزلوا أنتوا وولادكم كل واحد بده يختار شي، أبداً كل واحد فيهم بده يختار شي وبده يجيب شي مميز. سبحان الله، أنا بحس رمضان هو العيد، يعني عن جد بحس بداية العيد هو أول يوم رمضان، أو بالأحرى أول ما نجهز لرمضان، لزينته، لتفريزاته، لأكلاته. بحس هون بداية العيد عن جد. يعني مين مثلي صبايا، أنا كتير بحب رمضان وجو رمضان وجمعة رمضان، وبحب إنه أولادي كمان يشاركوني. يعني عن جد شو ما بتعلموا لأولادكم بكرة أكيد أكيد رح يطبقوه ببيوتهم. وهون بالنهاية خلصت مشترياتي ورجعت على البيت. كان الهوا روعة، شوفوا قديش كان الهوا قوي. حبيت دغري بأفرد أغراضي وشارككن إياها. هون عم بورجيكم العرباية، أخدتها لونها أبيض، في لون بني بس البني تبعها كتير غامق، قلت لأ بدي أخد لون أبيض. كتير حلوة، وأخدتها حجمها كبير بحيث إني أحط بقلبها فناجين القهوة المرة. في فوانيس صغيرة هلأ بتشوفوها كتير حلوة وصغيرة، بقدر أحطها جواتها. المبخرة يعني إنها كبيرة بتسع لي هالأغراض كلياتها بمكان واحد. كتير حبيت العرباية، رمضان يجمعنا. وهون بلشت بقى أفرد الأغراض وشارككن إياهم. هون بالبداية عندي هاد الفانوس، كتير حبيته، وحجمه وسط، يعني لا كبير مبالغ ولا صغير كمان بالمرة مو باين، يعني حجمه وسط ولونه كتير حلو، بشغل ضوء على البطارية. كتير حبيته وعجبني موديله، وجبت معه هذا الهلال الصغير كمان كتير حبيته. وكمان أهم شي إنه على البطارية كله بيشتغلوا. حبيت موديلهم كتير، جبت كذا موديل كله بيشغل أضوية، أصفر، أحمر، في أبيض، بس أنا بحب اللون الصحراوي. يعني اللون الصحراوي بحسه بيعطي رتابة، بيعطي هيك، يعني كتير بحب هذا اللون. من بين الفوانيس اللي اخترتهم طلع من بيناتهم فانوس بيشغل لون ضوء أحمر. حسيته بيختلف عنهم، بس قلت يلا حلو التغيير بيناتهم، هو الوحيد المختلف. كتير حبيتهم. عطوني رأيكم صبايا، شو رأيكم فيهم؟ جبت هاي المبخرة الصغيرة كمان كتير صغيرة ونعومة وحلو موديلها. هلأ بتشوفوها صبايا. يعني هيك حجمها مناسب. أنا ما بحب الشي الدفش، الشي الدفش الكبير ما بحبه، بحب أختار دايما الشغلات الناعمة، بالأخص لأني جبت عرباية فحابة أحطهم كلياتهم هدول الشغلات بقلب العرباية، فبدي شغلات ناعمة وصغيرة بحيث إنه تسع العرباية. شو رأيكم فيها؟ أنا كتير حبيتها، اخترتها لون أسود والكتابات اللي عليها لون ذهبي. بنوتي عم تزغرد زغردة، أنا عم صور الفيديو وهي عم تزغرد، بدها تتفرج على الأغراض وبدها تاخدهم وتبلش تخبص فيهم وتلعب فيهم. الله يخلي لكم أولادكم. وهون جبت هدول فناجين القهوة، طبعا فناجين القهوة المرة ما بنقدر نلحق عليهم، قد ما جبنا بيضلوا يكسروا هالولاد. فكتير حبيت موديلهم، بيجوا لونهم أبيض ودايرهم لون سكني. ما بعرف إذا باين معاكم، حاولت كتير إنه خليه يبين بس يعني ما بعرف إذا باين ولا لا. هون يمكن كتير باين. كتير عجبني لونهم، لونهم أبيض وبيجي عليهم نقشات سكني، كمان كتير حبيتهم. قلت بحطهم بالعرباية وبحط حواليهم الفوانيس. كتير عجبتني هاي الفكرة. هون جبت بخور، شميت كتير روايح بصراحة، يعني روايح بتجنن. فحكالي زلمة أحسن شي إنك تاخدي الكيس البخور اللي بقلبه مشكل كل الروايح بقلبه. وجبت هاي العلبة بحط فيها تمر،
كمان كتير حبيتها وحجمها حلو وناعم، وإلها غطا، أهم شي إنه إلها غطا، فكتير حبيتها. هدول صبايا جبتهم يعني مثلا حبيت في وصفة ببالي تجي تمر وكذا يعني مكون بتكورون وبتعملون دوائر، فحكيت كتير موديلهم حلو، إذا بحط كل دويرة بحطها بهي العلبة. والموديل الثاني هو لحبات التمر الصغيرة، كمان حبيتها. شوف صبايا هي كتير حبيتها. شفتوا أحيانا كتير أكلات بنحط لهم بهارات خشنة بنضطر إنه نصفيهم لحتى تطلع البهارات، فهي العلبة أو بالأحرى الغطا مثل الغطا بتجي بينحط بقلبها كل شي بهارات خشنة، وبتحطوها بقلب الطبخة ستانلس بتجي، هيك طبختك بتاخد نكهات البهارات الخشنة وبنفس الوقت ما بتضطري انك تصفي المرقة لحتى تطلعي منها البهار. فكتير عجبتني هي الفكرة وكتير حبيتها. مين مجربة؟ اللي مجربة يحكي لي بالتعليقات. كتير عجبتني. وشوفوا لي هي السلة تبع الخبز، يعني ناعمة وحلوة، كتير 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 حبيتها. أول ما شفتها جبتها. وهون بما انه اولادي راحوا فكل واحد اختار شيء. هون ابني الله يخلي لكم اولادكم الا بده هي الطبله، حكيت له والله غير تصل على راسنا فيها، لا بده الطبله، فجبت له اياها. هي وهي صبايا كتير حلوه، يعني ريحتها حلوه وموديلها وشكلها كتير عجبني، فحكيت مناسبة، حسيتها مناسبة للحمام، كتير ناعمة وموديلها ناعم، حكيت بجيب منها كمان. حبيت شارككم مشترياتي كاملة نزلت السوق اللي اشتريت كل شي، فحبيت شارككم إياها. شوف صبايا هذا اللد كتير حلو كمان على البطارية، يعني بتقدروا تحطوه بأي مكان بتكون يا ناعم وصغير، وبيجي مترين، يعني متره منيح مو إنه صغير، وبنفس الوقت ضوء ناعم وصحراوي وصغير، كتير حلو حبيته. وجبت هذا الضوء بيجي شلال، بس أضويته روعة، بدي أحطه بغرفة المعيشة بالصالون طبعا. بس لمد زينتي تبع رمضان رح ورجيكم إياها. كتير حلوة أضويته، ولون الأضوية تبعه حلو. شايفين صبايا بيجي ملون أحمر أخضر أصفر أبيض، بيجي ألوانه كتير مشكلة، يعني حلو كتير عجبني أنا. بيجي موديله شلال. وهذا الضوء الثاني جبته لغرفة ولادي، بيجي نجمات صغيرة وكبيرة، ولونه صحراوي، عن جد لونه كتير حلو، يعني هذا اللون اللي أنا بحبه، كتير حلو ومرتب، كتير كتير عجبني. وهذا كل شي اشتريته، إن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله يكون ذوقي حلو. شو رأيكم؟ خبروني عن ذوقي إن شاء الله يكون عجبكم. وعم شارككم هون كل المشتريات مع بعض. هون بنتي ملت وداخلها صارت تبكي إنه ما عم خليها تلعب وهي الفوانيس الصغيرة والمبخرة كله حطيته بقلب العرباية، ومع فنجين القهوة المرة، يعني وسعت العرباية كتير وحبيتها. وهون يا صبايا بعد ما خلصت من زينة رمضان ومشترياتي وضبيتهم، حكيت خلاص صار لازم ساوي جايب لي جوزي ضمنة سبانغ، بس شو ضمة كبيرة كتير، فنقيتها وغسلتها وتركتها لتنشف وبلشت بفرمة. حكيت لازم مون لرمضان أعمل تفريزة، لأنه نحن كتير بنحب فطاير السبانغ، بس يعني بتعرفوا الصايم يعني ما بحب يشتغل فيها، ما بيكون له خلق، فقلت أحسن شي إني أغسلها وأقطعها ونشفها وأحطها بالفريزر، وأيمتى ما بدي بطلع طبخة وبتبلها وبعملها فطاير. كتير رح لاقيها سهلة ورح تعجبني الفكرة، وبنفس الوقت ما بنكون حرمنا شي ما نكون حرمنا حالنا من شي برمضان لا تواخذوني بلشت خربط. انتو شو فرستوا بنات؟ أنا بحب تفريزات رمضان، يعني عن جد بتريح، بيكون الواحد مفطر وباله رايق وفي عنده صبر إنه يفرم ويقطع.
بعد ما خلصت تفريم السبانخ قلت لازم كمان بلش بالغدا. فحكيت شو بدي أعمل، ما إلي غير أعمل ششبرك. حاولت أتهرب كتير من هالأكلة لأنه كنت طالعة مشوار يعني كتير معاركة فيه، بس ولادي ما قبلوا قالوا لا ماما أنتي وعدتينا بالششبرك فلازم تعملي لنا إياه. والله هون قليت اللحمة مع البصل، وبس دبلوا عندي اللحمة والبصل قطعت الكزبرة وحطيتها فوقهم، وهون صارت عندي التتبيلة والحشوة جاهزة. تركتها لحتى تصفي من السمنة أو المي تبعها، وبلشت هون ساوي العجينة. هون بالبداية عندي 3 كاسات طحين، طبعا 3 كاسات طحين فبيحتاجوا لكاسة مي، كاسة وربع هيك، أنا أخذت معي كاسة وربع مي. حطيت معلقتين حليب ومعلقتين سكر، وبعد ما أحط السكر والحليب والطحين فاللهم صل على النبي بضيف عليهم المي، يعني بعد ما أكون حاطة المواد الجافة كلها مع بعض، وبحط نص معلقة ملح صغيرة كمان مشان تركز النكهات. بقى هون بضيف المي. بالمناسبة صبايا مين بيحب هالششبرك؟ أنا كتير بحبها بس ما بحب شغلها أبدا، يعني بحس شغلها كتير لبكة لبكة كتير يعني، بس الولاد كلها بيحبوها حتى أنا بحبها، بس كتير بتهرب من شغلها، بس ما في مهرب، قد ما هربت منها لازم ساويها. هون بعد ما حطيت المي ضليتني حركها لحتى تماسكت معي العجينة، وبتركها ترتاح يعني 5 دقايق. هي العجينة ما بدها ترتاح لأنه ما فيها خميرة، بس أنا تركتها ترتاح. هون بحط لها معلقة سمنة، لما بحط معلقة سمنة بتعطي للعجينة كتير نكهة زاكية، يعني بتصير طعمتها مثل المعجنات. عرفتوا كيف صبايا؟ ايه أنا بفضل كتير إني أحط معاها معلقة سمنة، كتير بتطلع طيبة. وهلأ هون صبايا بمد العجينة وببلش رقة، وبدي أعملها قراصة صغيرة مدورة. طلعت هيك الفنجان كتير عندياته مو كبير، فقلت ما في إلي غير غطا الدولة الصغيرة، وغطا الدولة الصغيرة عندي بما إنه نحاس فبيكون حد، فدغري بيقطعها قطع، يعني ما بحتاج إنه تعلق العجينة، لا دغري بيقطع لي إياها قطع، وحجمه كتير حلو ومناسب وصغير. شايفين صبايا أهم شي العجينة ما تكون سميكة، لأنه إذا كانت سميكة ما بتطلع طيبة. فأنا قد ما بقدر بحاول إنها تكون رقيقة، وبقلل الحشوة ما بكترها لحتى ما تعذبني وأنا عم سكرها. هلا إذا قللت الحشوة وكانت العجينة عندي كتير رقيقة فبتسكر عندي وبدون مشاكل. أما إذا كانت رقيقة وكترت حشوة رح تفتح عندي ورح أتعذب لحتى أقدر سكرها، فلازم يكون في تناسق بين حشوة الششبرك وحجمها. خلصت هون صبايا من تشكيل الششبرك، وبلشت معاكم باللبن. أحلى شي إنك تبلشي بإنك تنهي أكلتك. هون حطيت اللبن تقريبا عندي كيلين لبن. صبايا كيلين لبن بدهم 5 معالق نشا، بحط 5 معالق نشا وبدوبهم بمي باردة، وبحركهم كتير كتير منيح، بس يدوب عندي النشا بحطه فوق اللبن. كتير طريقة اللبن سهلة، يعني أنا كتير بشوف ناس بتعمل أطرق، هاد اللي بيحط له بيضة وهذا اللي بينخل اللبن، أنا هيك بعمل، هاي طريقتي البسيطة وبيطلع اللبن عندي بشهي.
يعني عن جد مو مدح بحالي، بس عن جد إنه بيطلع معي اللبن بشهي وطريقة كتير بسيطة. يعني في كتير ناس بيحطوا له بيضة، أنا ما اقتنعت فيها. شو هي البيضة؟ بيقولوا لك البيضة لحتى ما يفرط اللبن. لا، أنا برأيي إذا كنتي دايرة بالك على اللبن وأنتي حاططيه على النار ومحركتيه كتير منيح وعلى اتجاه واحد، فما رح يفرط عندك اللبن. بعد ما استوى عندي اللبن، حطيت طابات الششبراك أو طواقي الششبراك، وتركت العجينة هون عندي، دقتها ولقيتها مستوية، بلشت أسكب بالأكلة. أحلى لحظة إنك تنهي أكلتك عن جد. وأكلنا وكانت كتير طيبة الحمد لله. وبنهاية نهاري نادتني حماتي، قالت لي يلا تعالي نشرب شاي ونشوف أغراضنا اللي. وبس خلص الفيديو، بتمنى يعجبكم، وإذا عجبكم يا ريت تكتبوا لي تعليق حلو وتشتركوا بالقناة. سلام.